السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم في قصة جديدة. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو في القصة نيشان. أنا سميتي حمزة، ساكن في البادية مع والديا وخوتي بجوج، ياسين ونعيمة. كنا عايشين في واحد الحالة ديال الفقر صعيبة بزاف وغير كاريين. الوالد ما خدامش مسكين والحالة ضعيفة بزاف. شي مرات كنا قاع ما كنتعشاو، وانا في ديك الوقيته كنت باقي صغير، كنت مازال كنقرا، ولكن كان ضروري خاصني نخرج من المدرسة على قبل والديا وخوتي، حيت ما كانش اللي يخدم عليهم من غير انا، حيت انا كنت هو الكبير في خوتي. المهم ديك الوقيته خرجت من المدرسة، وخا الوالد كان مصر انني نكمل قرايتي وما نسمحش فيها، ولكن انا حسيت بالمسؤولية وكان ضروري خاصني نمشي نقلب على شي خدمة باش نعيشهم بيها. داك النهار كان يوم الخميس، جمعت حوايجي ورميت صاكي على ظهري وخرجت. واخا الوجهة ديالي ما كانتش معروفة فين نمشي، ولكن قررت انني نمشي لمدينة اكادير بحكم عندي اصدقاء بزاف تماك يقدروا يعاونوني. المهم شديت الكار لمدينة اكادير، ضربنا شي مسافة ديال ساعة تقريبا، حتى في واحد اللحظة غنشوف الكار وقف في واحد الخلا، ما كاين تماك غير الشوك والتراب. وقف الكار، بقيت كنشوف وكنطل مال الكار وقف، حتى غنشوف واحد البنت طلعات وركبات معانا. كانت بنت زوينة بزاف وما تصوروش على الجمال اللي فيها، ولكن اللبس ديالها اللي جاني غريب شوية وفي شي شكل. كان اللبس كله بيض ومغطية به كامل الجسم ديالها، حتى رجليها ما كيبانوش من داك اللبس اللي كانت لابسه، كيبان غير وجهها. كانت بنت زوينة بزاف، وجهها بيض بحال تقول قطرة ديال الدم ما فيهاش. ولكن اللي مستغرب منه انا هو ديك البلاصة اللي طلعت منها هاد البنت. كنقول مع راسي اش كانت كدير هاد البنت في هاد الخلا، وما كاينش لا ديور ولا ناس غير الشوك والتراب. المهم جات وجلست حدايا بحكم انني كنت جالس بوحدي، حيت البلايص كاملين كانوا عامرين، غير انا اللي كنت جالس بوحدي. ويا ريت في ديك اللحظه غير كان شي واحد جالس حدايا. بسبب هاد البنت حياتي غادي تقلب راسا على عقب، ونعيش الجحيم والرعب اللي عمري شفتو في حياتي غادي نشوفو مع هاد البنت. المهم جات جلست حدايا وانا حشمت نهضر معاها. في واحد اللحظه تشجعت وقلت هذه هي الفرصه باش نهضر مع شي بنت زوينه بحال هادي وندبر نيت على راسي. قلت لها السلام اختي، ولكن ما شافتش فيا ولا دارت شي حركه نهائيا. عاودت قلت لها السلام واش لاباس، ولكن حتى هاد المره ما شافت فيا ولا دوات معايا نهائيا. قلت مع راسي خليها صافي ما بغاتش. من بعد شويه وانا تجيني ديك النغزه عاودتاني، قلت ما نقدرش نسمح في هاد الزين كامل. شديتها من يديها قلتها مالكي ما كدويش اختي. وهنا غادي نتصدم بديك الشوفه اللي دارت فيا، بحال تعصبات وبغات تضربني وعينيها تقلبو. قلت لها لا لا سمحي لي اختي، ما قصدتش نقيسك، غير شفتك ما كدويش قلت هادي مالها. بديت كنقول مع راسي اش قربني ليها بالناقص من هاد القمعه كاع، كون كنت عارف دايره بحال هكذا كاع ما نقرب ليها ولا ندوي معاها. المهم بقيت غير كنشوف فيها حتى وصلنا اخيرا لمدينه اكادير. نزلات ونزلت انا موراها، قلت لها سمحي لي اختي على داك الشيء. ما رداتش عليا ومشات بحالها، وانا بقيت غير حاديها كنقول يا ربي اش هاد الزهر عندي، ضيعت بنت زوينه بحال هادي. واش ما كنعرفش ندوي بحال الناس ولا انا غير حمار؟ من بعد شويه وانا حاديها شفتها دورات وجهها لعندي وبدات كتشوف فيا، لوحات لي بيديها قالت لي زعما اجي. انا فرحت في ديك اللحظه، قلت يمكن راه غير دارت هكذا باش تهضر معايا بعيده على الناس وصافي. ويا ريتني في ديك اللحظه غير مشيت وقلبت وجهي لجهه تانية. ما كنتش عارف ان بسبب هاد البنت حياتي غادي تدمر ونعيش الجحيم والرعب اللي عمري شفتوه غادي نشوفه مع هاد البنت. المهم مشيت عندها وانا فرحان كنضحك. مشيت وقبل ما نقرب ليها بشي امتار قليله حتى غنحس بواحد الاحساس عمرني ما حسيت بهذا الاحساس في حياتي كامله.
وقلبي تقبض عليا بلا حتى شي سبب. المهم ما تسوقتش وزدت قربت ليها مزيان، قلت ليها انا اختي نعم واش عيطتي عليا؟ وهنا غادي نتصدم بداك الصوت اللي جاوبتني به. اول مره في حياتي كنسمع شي صوت بحال هذا، واحد الصوت غريب وكيخوف. قالت لي اسمح لي قبيله، غير كنت بغيت ما ندويش معاك قدام الناس وصافي. داكشي علاش خليت حتى نبعد ونهضر معاك على راحتي. قلت لها لا ماشي مشكل اختي، عارف اللي كاين. ولكن في واحد اللحظه وانا نسولها قلت لها علاش صوتك داير بحال هكذا؟ راك خوفتيني بديك اللبسه اللي طلعتي بها للكار قبيله، ودابا جاوبتيني بهذا الصوت زدتي خوفتيني كتر. قالت لي لا، حنا راه الناس ديالنا هكذا كيلبسوا كاملين، والصوت ديالنا حتى هو هكذا داير كاملين بينا. قلت لها كيفاش؟ شكون هاد الناس؟ قالت لي لا قلت لك الناس زعما بغيت نقصد العائله ديالنا وصافي. قلت لها دابا عاد فهمت. قالت لي علاش جيتي لمدينه اكادير؟ واش جاي تقلب على خدمه ولا؟ انا تفاجأت، قلت لها شنو؟ وكيفاش حتى عرفتي انني جاي نقلب على خدمه؟ قالت لي لا غير قلت هكذا حيت شفتك هاز الصاك في ظهرك، قلت لها ربما هذا جاي بغا يقلب على شي خدمه. قلت لها انا جاي نقلب على خدمه حيت حنا كنعيشوا في حاله صعيبه والفقر، الوالد ما خدامش والظروف قاصحه، وانا خاصني ضروري نلقى شي خدمه نعاونهم بها. قالت لي ما تخافش انا غادي نعاونك. قلت لها كيفاش وباش غادي تعاونيني؟ قالت لي يلا تمشي تسكن معايا على ما بين تلقى ليك شي خدمه وسير. قلت لها لا شكرا، بلا ما نصدعك معايا انا ندبر على راسي بوحدي. قالت لي غير يلا معايا، انا لاباس عليا وما غيخصك معايا حتى خير، وعندي دار زوينه. وافقت وقلت لها شكرا بزاف، ما نعرفش كيفاش نرد لك هذا الخير اللي درتيه فيا دابا. جيت باش نعنقها ونشكرها، قالت لي حبس ما تقربش عندي ولا تقيسني، انا كنكره اللي كيقيسني ولا اللي كيقرب ليا. قلت لها صافي سمحي لي اختي ما كنتش عارف. المهم سالينا الهضره، قالت لي ايوا يلا نمشيو دابا نديك لداري تشوفها. ويا ريتني في ديك اللحظه غير ما مشيتش معاها، لو كنت عارف داك الشيء اللي غادي يوقع ليا معاها كون نهار الاول ما نحاولش نهضر معاها نهائيا. انا تيقتها دغيا ودوختني بديك الهضره عندها الدار ولاباس عليها وغادي تعاونني باش نلقى خدمه، وانا معروف عليا نيه وتميت غادي معاها، وانا كنفرنس بالضحك وعاجبني الحال، كيقولوا مول النيه يربح. المهم تمينا غاديين وكنهضروا، واخا انا كنت فرحان وعاجبني الحال، ولكن كنت حاس بواحد الاحساس غريب وشي حاجه داراني في الداخل ديالي ما عرفتش مناش. المهم ضربنا شي مسافه ديال 5 كيلومتر، دخلنا من واحد الطريق جاي وسط الغابه، تمينا غاديين حتى غنخرجوا في واحد الخلا ما كاين لا ناس ولا ديور ولا حتى شي حاجه، ما كاين غير الشوك والتراب. ولكن كانت كتبان لي من بعيد واحد الدار، الشكل ديالها كيبان بحال دار مهجوره. من بعد شويه نعتت ليا بيديها وقالت لي هذيك هي الدار فين ساكنه. انا استغربت، قلت لها واش تماك فين ساكنه في ديك الدار وفي هاد الخلا؟ قالت لي حيت انا ما كيعجبنيش الانس، كنكرههم وما كنحملش نشوف فيهم نهائيا. وانا يا الحمار قلت لها والله لا عندك الحق، الناس ديالنا خايبين بزاف. هي كانت عارفه اش كدير وكتوجد ليا العذاب والرعب اللي عمري شفتو غادي نشوفو، وانا تابعها ومتيقها بحال الحمار العوج راكب عليه شي حمق. المهم تمينا غاديين حتى وصلنا لديك الدار، لقيت بالفعل ديك الدار راشيه والسراج كاملين مهرسين والحيوط مقشرين بحال كانت دار مهجوره هادي سنين. شفت فيها وقلت لها اش هاد الشيء؟ ياك قلتي لي عندك دار زوينه ولاباس عليك، عندك الفلوس عندك كل شيء. شفتها سكتات وما بغاتش تجاوبني. انا بقيت غير كنشوف فيها ومستغرب علاش كذبات عليا في الاول. قالت لي حاجه ومنين جيت لهنا لقيت حاجه اخرى. قلت لها دوي علاش كذبتي عليا؟ وهنا جاوبتني قالت لي انت دري زوين وعجبتيني، داكشي علاش كذبت عليك
وجبتك تبقى معايا. انا في الحقيقه غير بوبريه وما عندي حتى شي واحد. قلت لها صافي ماشي مشكل، انا نبقى معاك. قلت لها يلا حلي دابا الباب خلينا ندخلو. وكانت الساعه في ديك الوقيته 8 ديال الليل. المهم هي دارت السواروت في الباب باش تحل، وانا حتى غنسمع شي حد كاين في الداخل كيغوت. قلت لها بلاتي واش سمعتي داك الغوات اللي سمعت انا؟ راه جاي من الداخل ديال هاد الدار. قالت لي انا ما سمعت حتى حاجه، راك يمكن غير كتخايل. انا راه ساكنه بوحدي في هاد الدار وما كاينش اللي غيدخل ليها كاع. قلت لها صافي يمكن غير مع العيا والطريق طويله اللي ضربنا كامله، يمكن هي السبب في هاد الشيء. المهم حلات الباب وانا غير حطيت الرجل الاولى في ديك الدار حتى تقبض عليا قلبي بزاف. اول مره كيوقع ليا هاد الشيء في حياتي، وواحد الاحساس غريب حسيت به في ديك اللحظه. ما تسوقتش، قلت تاني راه يمكن غير العيال اللي كيدير ليا هاد الشيء. دخلت ولكن تفاجأت باللي قالت لي ضوي فلاش التليفون حتى نوصل للشمعة ونشعلو. قلت لها شنو؟ حتى الضوء ما عندكش هنايا؟ قالت لي لا، انا موالفه كنعيش في الظلام والشمع. وهنايا حسيت انه شي حاجه ماشي هي هذيك في هاد الدار وفي هاد البنت نيت. المهم شعلت فلاش ديال التليفون، لقيت نفس المنظر اللي شفتو على برا. المنظر اللي شفتو على برا شفتو في الداخل، الحيوت قاع مقشرين والبيبان والسراج مهرسين، وواحد الريحه خايبه بزاف كتفوح من هاد الدار. وهنايا ملي شفت هاد المنظر جاني الخوف، وبديت كنقول هاد الشي ماشي هو هذاك هنايا. قالت لي انت طلع لفوق لبيتي وانا نمشي نجيب الشمع ونجي عندك. قلت لها واخا صافي. وانا طالع في الدروج وخايف ومضوي غير بفلاش ديال التليفون والظلام ما كنشوف والو. دخلت لبيتها لقيت كلشي مرون تماك، وواحد الريحه قديره بزاف كتخرج منها. لقيت فيه غير واحد المرايه وواحد السرجم مهرس. دخلت جلست وبديت كنقول مع راسي اش جابني لهنا يا ربي، اش هاد الدار فين كتعيش هاد المصيبه. من بعد شويه وانا نشوفها دخلت عليا وهزا الشمع في يديها، ولكن تصدمت من داك الشيء اللي شفتها بدلات حوايجها ولبسات واحد اللبس غريب اللون ديالو كحل وطالقه شعرها، وحتى وجهها بحال تبدل عليا شويه. ما بقيت فاهم حتى شي حاجه من داك الشيء اللي كيطرا هنايا. تخيلوا معايا ما دازت حتى 5 ديال الثواني حتى بدلات حوايجها وطلعت تبعتني الفوق. انا استغربت فيها، قلت لها علاش بدلتي حوايجك وكيفاش حتى بدلتيهم بهاد الزربه كامله؟ قالت لي احنا عندنا داك الشيء خفيف وظريف. المهم عطاتني داك الشماعه، قالت لي هاك شعلهم وبقى هنايا استناني نمشي نوجد العشاء. وقالت لي منين عييت عليك هبطت عندي. قلت لها واخا صافي. هبطت هي وانا بقيت بوحدي في البيت ديالها وخايف. انا هاد الشيء اللي كيوقع هنايا شكيت فيه ماشي هو هذاك وغريب. من بعد شويه وانا جالس كنتفكر في هاد الشيء حتى غنشوف المرايه تهزات غير بوحدها. انا تجمدت بالخلعه وما تحركش من بلاصتي وخايف بزاف. بقيت غير حاضي ديك المرايه حتى غنسمع السرجم طرطق حتى هو بالجهد والمرايه طاحت في الارض وتهرسات. اش هاد الشيء يا ربي؟ بغيت نغوت ولكن ما قدرتش. نقصت من بلاصتي ونزلت عند ديك البنت كنقلب عليها، كنعيط عليها وانا كنهش بالخلعه من داك الشيء اللي وقع ليا في بيتها دابا. كنقول لها فينك انا كنقلب والظلام ومضوي غير بالشمع. حتى في واحد اللحظه غنشوف شي حد من مورايا حط يدو على ظهري. بقيت جامد في بلاصتي وبديت كنرتجف. خفت لا ندور وجهي، بديت كندور وجهي شويه بشويه لقيتها هي ديك البنت. هنايا تكالميت شويه، قلت لها راكي خلعتيني على المصيبه، فين كنتي؟ راني من الصباح وانا كنقلب عليك. قالت لي هانا شنو بغيتي مني؟ عاودت لها على داك الشيء اللي وقع ليا في بيتها وانا كنت تماك. قلت لها راه المرايه تحركت غير بوحدها وطاحت على الارض وتهرسات والسرجم طردخ بوحدو. قالت لي لا اش كتقول؟ يمكن راك غير كتخايل، انا ما سمعتش حتى شي حاجه طاحت وتهرسات.
قلت ليها الا ما تيقتينيش يلاه معايا تشوفي بعينك. مشينا نشوفو وغير دخلنا لداك البيت وانا نتصدم من داك الشي اللي شفت. اقوى صدمه كانت في حياتي. لقيت ديك المرايا في بلاصتها بحالها ما طاحت ولا تهرست نهائيا، والسرجم رجع لبلاصتو حتى هو بحالها ما وقعت حتى شي حاجه. انا بقيت مصدوم ومتفاجئ من هاد الشي اللي كيوقع هنايا. قالت لي ها انت شفتي كل شي بعينك، ما كاين والو، راه قلت ليك راك غير كتخايل. قلت ليها لا راه والله حتى شفتها تهرسات والسرجم طردخ بالجهد، شفت هاد الشي بعيني وكنت جالس قدامه. قالت لي ها انت كتشوف ما كاين والو، راه غير انت من النهار اللي حطيتي فيه رجلك في هاد الدار انت كتخايل شي حوايج ما كاينينش كاع. قالت لي يلا نزلت عشا راه واجد. نزلت انا مشيت جلست في واحد البلاصه وهي مشات تجيب العشاء. في واحد اللحظه حتى غنشوفها بدلات ديك اللبسه عاوتاني، والحاجه اللي صدمتني كتر جابت شي اعضاء فيهم اللحم وعامرين بالدم. ما عرفتش ديال من دوك الاعضاء واش ديال البشر ولا ديال الحيوان. تخلعت بداك المنظر اللي شفت. قلت لها اشنو هاد الشي، اش هاد العشاء؟ قالت لي هذا هو الاكل ديالنا المفضل، كنفطروا به وكنتغداو به وحتى العشاء كنتعشاو به. وهنايا عرفت انني ماشي مع بنت عاديه وانما طحت مع جنيه. والحاجه اللي كدتني على انها جنيه وماشي بنت عاديه هي منين كانت جالسه تحت عيني على رجليها لقيت عندها رجلين ديال البقر وماشي ديال الانس. صافي النفس تحبست ليا، ما عرفتش اش ندير ولا باش تبليت. قالت لي زيد تاكل، مالك ما بغيتيش تاكل؟ قلت ليها لا غير كولي انا شبعان. بدات كتاكل بالهثاء والدم ديال داك اللحم نازل من فمها، وانا غير كنشوف فيها وبحاضيها وفي نفس الوقت مخلوع بزاف. هي ما كانتش عارفه انني صافي عرفت كل شي عليها وانها جنيه ماشي بنت عاديه. ما بغيتش نبين ليها هاد الشيء حيت خفت لا تاذيني ولا دير ليا شي حاجه ماشي هي هذيك. تخيلوا معايا ما كملت حتى 5 ديال الثواني حتى سرطات داك اللحم كامل باللحم والاعضاء ديالو. انا ما بقيت فاهم حتى شي حاجه، ولكن واخا هكذا بقيت مكالمي ومهدن كنفكر غير كيف ندير نتفك من هاد المصيبه الكحله ونهرب. المهم من بعد ما كملت من العشاء ديالها قالت لي يلا نوض نوريك فين غادي تنعس. مشات وراتني واحد البيت، قالت لي انت نعس هنا وانا غادي نمشي لبيتي. قلت لها صافي واخا. قدرت نبقى في داك البيت غير بزز حيت كانت فيه واحد الريحه قديره بزاف. دخلت تكيت في داك البيت وهي مشات تنعس في بيتها وانا متكي وكنفكر غير في داك الشيء اللي وقع ليا كامل. وزيد عليها داك الشيء اللي غادي يوقع ليا من بعد انا ما عارفوش. من بعد شويه حتى غنسمع واحد الصوت غريب، ما كانش الصوت ديال ديك الجنيه، كان واحد الصوت اخر. قلت اش هاد الشي عاود تاني؟ نقصت من بلاصتي وشعلت الشمع ونزلت نشوف منين جاي داك الصوت. وانا كنقلب في كل قنت ولكن ما بان ليا والو. حتى في واحد اللحظه وانا بغيت نرجع للبيت سمعت شي حاجه طاحت في الكوزينه. مشيت بالزربه نشوف شنو كاين وانا نتصدم من داك الشي اللي شفت قدامي. لقيت واحد المشة كحلاء كتشوف فيا والشكل ديالها غريب وكيخوف. بديت كنضرب رجلي في الارض باش تمشي ولكن والو، بقات غير كتشوف فيا وعينيها فيهم الشر. مشيت بالزربه باش نوض ديك الجنيه من النعاس. انا كنت مفكر انها راها ناعسه في بيتها، ولكن منين مشيت تصدمت لقيتها ما كايناش. كنقول مع راسي فين مشات هاد المصيبه يا ربي، شنو اللي كيوقع هنايا؟ من بعد شويه حتى كنسمع الخطوات ديال شي حد من مورايا جاي. بقيت جامد في بلاصتي وبديت كنرتاش بالخلعه. دورت وجهي بالزربه ولكن ما لقيت والو. بديت كنقلب على ديك الجنيه حتى في واحد اللحظه غنلقاها قدامي واقفه وكتشوف فيا. قلت ليها فين كنتي؟ بقيت كنقلب عليك. قالت لي راني غير نط للكوزينه باش نشرب الماء. سولتها واش ما شفتيش شي مشة كحله كانت تماك؟ قالت لي لا والو، ما شفتش حتى شي حاجه تماك.
قلت لها لا راني شفتها دابا تماك وجيت عندك باش تمشي معايا تشوفي داك الشي. قالت لي ما كاين والو، غير رجع لبيتك كمل نعاسك. المهم ما تسوقتش، مشيت دخلت لبيتي وفكرت انني خاصني نهرب هاد الليله قبل ما طرا ليا شي حاجه خايبه، حيت اللي كيوقع هنايا ماشي طبيعي وغريب. نط وقفت، بديت كنتسلت للباب باش نهرب، ولكن في واحد اللحظه سمعت شي وحدين كيهضروا في الكوزينه. مشيت غير بشويه باش نطل شكون تماك، وانا نتصدم من داكشي اللي شفت 6 ديال الناس تماك، عيالات ورجال. الرجال كانوا لابسين الكحل والعيالات كانوا لابسين الابيض. شفتهم كيهضروا بيناتهم بشويه وواحد اللغه ما مفهوماش، والشكل ديالهم كيخلع وكيخوف ديال بصح. طاحت عيني على رجليهم، لقيت رجلين ديال البقر وماشي ديال الانس، وهنايا عرفت انني طحت في يد قبيله ديال الجن. ولكن ديك الجنيه اللي كانت معايا ما كانتش معاهم تماك. قلت مع راسي يا اما غادي نهرب دابا يا اما غادي يقتلوني هاد اعداء الله. دورت وجهي باش نهرب وانا نلقاها قدامي. ديك الجنيه لقيتها واقفه والشر في عينيها ومعصبه. قالت لي انت كتجسس علينا الكل، انت كتجسس علينا الكل. انا درت فيك الثقه وانت خرجتي خوان. اليوم غادي تشوف اش غادي يوقع لك. اليوم غادي نقتلوك، اليوم غادي نشربوا من دمك الكلب. قلت لها لا انا ما قصدتش هاد الشيء، ما جيت حتى نكمل هضرتي وهي تقول لي سكات الكل، ما تدويش. في واحد اللحظه وهي تعيط لدوك الجنون اللي كانوا تماك، وبداو كلهم كيضربوا فيا حتى ردوني كامل الدم. وقبل ما نفقد الوعي ديالي حتى كنسمع الاذان ديال الفجر كيودن. شفتهم وقفوا وبداو كيتسلتوا. قالت لي ديك الجنيه هاد الليله سلكتي الكل، ولكن مره اخرى ما غاديش تسلك. غادي نقتلوك ونقطعوك طراف ونشربوا من دمك الخوان. في ديك اللحظه ما حسيت حتى فقدت الوعي ديالي. حليت عيني لقيت صباح الحال وحوايجي كاملين عامرين بالدم. نط وانا مهلوك، خرجت من الباب وبديت كنتمشى هارب حتى وصلت لواحد الطريق طحت في الارض بالعيا والخلعه. بقيت كنستنى على الله دوز من تماك شي طوموبيله وتوصلني للمدينه. بقيت كنستنى تقريبا شي 2 ديال السوايع حتى دازت اخيرا واحد الطوموبيله وقفات عندي. كان راجل كبير. قلت ليه عافاك عمي، ديني معاك وصلني للمدينه. قال لي ركب يا ولدي. سولني على شنو وقع ليا، ولكن انا ما رديتش عليه وكنت عيان بزاف. المهم وصلني وحطني في المدينه. نزلت وهزيت التليفون ديالي، بديت كنعيط لصحابي واحد بواحد كاع اللي كنعرفهم في هاد المدينه ديال اكادير، ولكن والو. اللي كنعيط عليه وكنعاود ليه على داكشي اللي وقع ليا واني محتاج للمساعده، ولكن حتى واحد فيهم ما بغى يجي يعاونني ولا يوقف معايا. وهنا تاكدت انا في وقت الشده ما كاين اللي يعقل عليك واخا يكون عندك 1000 من الصحاب. بقيت قاس في الارض وحالتي حاله والدم، حتى غادي يوقف عندي واحد الدري مسكين بطوموبيلتو الله يجازيه بالخير، هو اللي وقف معايا مسكين وعاوني. قال لي مالك صاحبي على هاد الحاله وعامرتم مع من ضربتي؟ قلت ليه لا ما ضربت مع حتى شي واحد. وبديت كنعاود ليه على داكشي كامل اللي وقع ليا. بقى غير كيشوف فيا ومصدوم من هاد الشي. قال لي يلا نوض معايا. قلت ليه فين؟ قال لي غير نوض يلا نديك للحمام تغسل هاد الحاله ومن بعد نديك لواحد الفقيه يشوف مالك. بديت كنقول ليه شكرا بزاف، والله عمري ما ننسى خيرك. داكشي اللي لقيت في البراني ما لقيتوش في الاصدقاء ديالي المقربين اللي تخلاو عليا في وقت الشده. المهم داني مسكينه دوشت، غسلت الحاله ديالي، بدلت حوايجي وخرجت عنده. داني عند واحد الفقيه، دخلت عنده سلمت عليه، وغير سلمت على هاد الفقيه ما دخلش ليا الخاطري نهائيا. قال لي مالك السي حمزه؟ قلت ليه شنو وكيفاش حتى عرفتي سميتي؟ قال لي وصلتني الخبر ديالك انك جاي عندي.
قال لي ماشي مهم تعرف دابا. انا بقيت مستغرب من هاد المصيبه اللي تحت فيها عاود تاني. قال لي انا غادي نقرا عليك شويه ديال القران، ولكن من بعد غادي نصيفطك لواحد الراقي سميتو عبد الله، هو اللي غادي يهنيك منهم، حيت هادوك كانوا ماشي جنون عاديين ولكن من كبار الجبال. وما دام انت هربتي منهم فراه غادي يتبعوك حياتك كامله، الا اذا مشيتي عند هذا الراقي راه معروف بزاف ويقدر يهنيك منهم نهائيا. وقال لي باش توصلوا على خير لمدينه مراكش عندك الراقي راه كونوا متاكدين انكم ما غاديش توصلوا بخير وعلى خير، حيت غادي يتبعوكم وتقدر توقع لكم شي حاجه خايبه، والطريق ما غاديش تكون سهله. ولكن قال لي توكلوا على الله وان شاء الله ما غادي يوقع لكم والو، وانا غادي ندعي معكم باش توصلوا على خير ان شاء الله. عطانا العنوان فين غنلقاو داك الراقي، شكرتو وخرجنا شدينا الطريق. كانت الساعه 6 ديال العشيه. المهم شدينا الطريق وانا خايف ومخلوع ديك الهضره اللي قال لنا داك الفقيه ان الطريق ما غاديش تكون سهله. ضربنا شي مسافه ديال 3 ديال السوايع تقريبا، كانت الساعه كتشير 9 ديال الليل. حنا غاديين حتى كيبان ليا شي خيال غادي جاي في وسط الطريق. تخلعت، قلت لداك الدري اللي معايا واش شفتي شي حاجه؟ قال لي شنو كاين؟ ما شفت والو. قلت ليه شفت شي خيال في الطريق. قال لي يمكن راك غير كتخايل. قلت ليه لا، وقف مسكين وانا كنهش بالخلعه وعطاني الماء باش نشرب. ولكن في واحد اللحظه حتى كنلقى واحد المراه لابسه كلها ابيض كتضرب في الجاج ديال الطوموبيله وبغات تدخل لعندنا. كانت ديك الجنيه. قالت ليه سوق هرب، وهو يخرج سايق بالزربه. بقينا غاديين بالسرعه حتى غادي تخرج لينا عاود تاني. هاد المره كانت واقفه ومبلعه الطريق علينا. قلت لداك الدري ما تحبش، كمل دخل فيها وقتلها، الا وقفتيه راه غادي تقتلنا حنايا. زاد في السرعه وحتى قرب يدخل فيها وهي تختفي. بديت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقيت كنعاودها وكنقرا القران حتى وصلنا اخيرا لمدينه مراكش. قلت الحمد لله ما وقع لينا والو. مشينا ديريكت لذاك العنوان فين كاين داك الراقي. دخلنا عنده، لقينا عنده بزاف ديال الناس وكل واحد كيستنى نوبته. من بعد شي 2 ديال السوايع تقريبا وصلت اخيرا نوبتي. دخلت عنده سلمت عليه، ما تصوروش على اللطف ديالو والقلب الكبير اللي عنده. ارتحيت ليه بزاف، احسن من داك الفقيه اللي مشيت عنده اول مره. شاف فيا وقال لي مالك ولدي اش عندك؟ بديت كنعاود ليه على داك الشي كامل اللي وقع ليا. قال لي عندك واحد الحل ولدي، ما عندكش 2. قلت ليه اشنو هو؟ قال لي هاد الحل هو نحضروا هاد الجنيه اللي كانت معاك ودارت فيك هاد الشي كامل. قلت ليه لا عافاك، انا ما بغيتش نشوفها ولا نشوف وجهها مازال. قال لي ما تخافش، راه انا غنحميك منها، وراه هذا هو الحل الوحيد باش تفك منها وتنقذ حياتك. قلت ليه وانا مخلوعه، صافي اللي بان ليك غنديروها. المهم هو نتفك من هاد المصيبه الكحله وما تبقاش تابعاني في حياتي. قال لي داك الراقي يلا هنوض دابا سير توضا وصلي لك واحد 2 ركعات ورجع عندي. وداك الشي اللي درت، توضيت وصليت ورجعت لعنده. قال لي جلس ولدي. جلست، جاب القران وبدا كيقرا عليا. نايا تكالميت شويه، ما حسيت حتى غيمت. من بعد شويه حسيت براسي كان حلم، كنت كنشوفها قدامي وكتقول لي قدرتي تهربي الكل. هاد المره كانت هادئه بزاف. قلت لها شنو بغيتي مني؟ علاش كتبعيني في حياتي؟ اشنو درت ليك؟ قالت لي انا درت فيك الثقه وانت كنتي بغيتي تهرب مني. قلت لها بعدي مني، انا ندمت على النهار اللي هدرت فيه معاك. قالت لي ندانا ما عندهاش باش ننفعك دابا، اليوم غادي ندير الروح ديالك معايا. في واحد الوقيته حتى كنشوفها نقزات عليا وبدات كتخنقني. حسيت بالموت وكانت غتقتلني، ولكن هنايا بقدرة الله سبحانه بديت كنقرا ما تيسر من القرآن
حتى شفتها بعدات مني وبدات كتقول لي صافي غير سكت غير سكت غير سكت غير سكت. بديت كنقرا حتى اختفت وغبرات من قدامي نهائيا. وهنايا غادي يضربني الفيقة وانا كنشوف داك الراقي مازال كيقرا ومغمض عينيه والعرق نازل ليه من جبهته مسكين. حل عينيه وقال لي على سلامتك يا ولدي. قال لي هادشي كامل اللي وقع ليك بسبب الثقة الزايدة ديالك، وزيد عليها انك كنتي ما كتصليش، داكشي علاش وقع ليك هكذا. قال لي كون كنتي كتصلي وكتقرا القرآن حتى حاجة ما غادي تقيسك ولا حتى شي واحد ما غادي يقرب ليك. وزاد قال لي من هاد النهار خاصك ما تسمحش في الصلاة ديالك وتواظب عليها وتقرا القرآن كل نهار باش يبعدوا منك هاد أعداء الله نهائيا وما غتشوفهمش مرة أخرى. عطاني الماء المقروء عليه، قال لي هاك هاد الماء بقى تشربو كل ليلة حتى تحسن وتولي مزيان. والحمد لله على سلامتك ولدي، انت رجعتي من الموت. بديت كنبكي وعنقتو كنقول ليه تعتقتي لي يا حياتي، شكرا بزاف. سلمت عليه وخرجت انا فرحان وكان عنق في داك الدري مسكين كيقول لي الحمد لله على سلامتك صاحبي انك رجعتي من الموت. ومن هاد التجربة تعلمت بزاف ديال الحوايج، بحال خاص نقص من الثقة الزايدة ديالي وما نفتخرش بعدد الأصدقاء اللي عندي، حيت في وقت الشدة ما يعقل عليك حتى شي واحد، تلقى اللي تثق فيه ولكن 1% من 100% ديال الأصدقاء اللي عندك. ومن داك النهار تحسنت حياتي بزاف وما بقيتش شفتهم مازال. والحمد لله داك الدري اللي وقف معايا دبر عليا بواحد الخدمة ودابا راني خدام وعايش الحمد لله. والصلاة ديالي ديما كنصليها في الوقت وكنقرا القرآن كل نهار، ولكن ما نسيتش داكشي اللي داز عليا كامل. القصة ديالنا غتسالي هنا يا خوتي. ما تنساوش الا عجبتكم القصة حطوا شي لايك ولا شي كومونتير زوين اللي بغيتو باش تشجعوني نزيد نحط لكم قصص بزاف بحال هادو. واللي اول مرة كيسمع القصص ديالي ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ديالنا. تلاقاو في قصة جديدة ان شاء الله. تهلاو والسلام عليكم.